وبعدين مين اكتر واحد اتضر من المجلس العسكري؟ انا راجل كنت ناجح في مجلس الشعب، والمجلس العسكري ما رضاش يدخلني البرلمان علشان الاخوان قالوا له الا توفيق عكاشه. انت هتدخلوا لنا؟ ما كفايه في القناه، هيبقى في القناه وفي البرلمان عشان يشتغل. من الاخر بجيبها لكم على بلاط. ولما رحت اللجنه العليا اتقال لي هذا الكلام وانا ما رضيتش اقول في وقتها، قلت معلش في داهيه مجلس الشعب، بس انا بقول الحقيقه، بقول الواقع. وبعدين كرسي مجلس الشعب يعمل لي ايه؟ ولا يفرق معايا 1000 كرسي مجلس الشعب. انا اللي يهمني الشعب، الفقراء، البسطاء، الغلابه، كرامه مصر. وعلى فكره انا لما بدعي لطرد السفيره الامريكيه، انا عايز اقول للناس انا مش جمال عبد الناصر، ولست يعني متبنيا لافكار الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وايضا انا لست انور السادات ولست متبنيا لفكر انور السادات. انا مواطن مصري اتدرب على ايدين الامريكان تدريب كويس جدا، واتدرب على ايدين الالمان تدريب كويس جدا، وعارف كويس قوي كيف يتعامل مع الامريكان كويس جدا جدا جدا.